السلام عليكم أصدقائي ومحبي علم الفراسة ولغة الجسد وتحليل الشخصيات. أهلا بيكم في قناة كشف المستور. الفيديو ده هو الفيديو التاني في سلسلة أسرار علم الفراسة، وهنتكلم فيها عن معاني ودلائل كل خط من خطوط الجبهة. وفي الفيديو الأول كنا اتكلمنا عن الاختلاف في قراءة الوجه بين الرجل والمرأة. لو ما كنتش شفت الفيديو ده هسيبهولك في الآي اللي هتظهر هنا، أتمنى إن أنت تتفرج عليه بعد الفيديو ده ما يخلص. ففي فيديو أنا نزلته على القناة شرحت فيه كل حاجة عن معاني ودلائل خطوط الجبهة في العموم، وبرضه هسيبهولك في الآي اللي هتظهر هنا دلوقتي، ابقى اتفرج عليه بعد الفيديو ده ما يخلص. ولكن في الفيديو ده بالأخص احنا هنتكلم عن كل خط من خطوط الجبهة ومعناه. فخطوط الجبهة بيبقوا 7 خطوط، كل خط بيبقى مسؤول عن جزء معين في شخصية الإنسان مختلف عن الخط التاني. ففي ناس بيبقى عندهم خط واحد، وناس بيبقى عندهم خطين، وناس 3 وناس 4، وفي ناس بيبقى عندهم ال7 خطوط كلهم باينين. فلو جينا عدينا الخطوط هنا هتلاقي إن عندك أدي خط 1 2 3 4 5 6 7. فهنلاقي ان اينشتاين عنده ال7 خطوط موجودين في الجبهة عنده. ادي الخط الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس والسادس والسابع. فزي ما قلنا في العموم خطوط الجبهة هي بتبين الخبرة اللي اكتسبها الشخص في حياته من خلال الصدمات والمشاكل القوية المؤثرة والهموم والمشاكل اللي هو كبتها والألم النفسي اللي هو مر بيه وكتمه جواه وأثر على أفكاره وشخصيته. تعال نشوف بقى معنى كل خط من الخطوط دي. فلو جينا مثلا الخط الأول وهنلاقيه إن هو واقع في منطقة الفكر والتخيل، والناس اللي بيبقى عندها الخط الأول من الجبهة بيبقى شخص واسع الخيال، عنده القدرة على ان هو يتخيل اي حاجة بتيجي في ذهنه من كلام يحوله لصورة يتخيلها في مخه. فواسع الخيال بيبقى عنده القدرة ان هو يقدر يتخيل اي حاجة. بيبقى شخص متحفظ وبيخبئ الاسرار وبيبقى غامض وبيحب الاشياء الغامضة، يعني شخص ما بيحبش يحكي عن كل الحاجات اللي جواه للناس، ما بيحبش يتكلم عن حياته الشخصية بالتفاصيل، شخص بيحب يظهر للي حواليه ان هو غامض، وبيحب الحاجات اللي ليها علاقة بالماورائيات، ماورائيات الطبيعة والكون، زي مواضيع بقى الأرض كروية ولا مسطحة، وفي ناس عايشة في جوف الأرض، ويأجوج ومأجوج، والمقارنة بين الأديان، وسر بناء الأهرامات، وكل المواضيع دي. فأكيد شخص زي ده هيبقى بيهتم بالتفاصيل وبيبقى عنده القدرة على الاستنتاج من ربط الأحداث مع بعض. والشخص اللي عنده الخط ده بيحب اللغات واللهجات واللكنات المختلفة، فهتلاقي إن عنده القدرة إن هو ممكن يتعلم أكتر من لغة، أو ممكن لغة واحدة يقدر يتكلمها بأكتر من لكنة أو لهجة مختلفة. وحتى لو ما كانش عنده مهارة النطق أو الكلام باللهجات دي، هيبقى عنده القدرة الذهنية إنه يفصل ما بينهم. يعني لو سمع إنجليزي من واحد بريطاني وواحد اسكتلندي وواحد أيرلندي، هيقدر يميز ما بين لهجة كل واحد فيهم، في حين إن هما التلاتة من إنجلترا وبيتكلموا إنجليزي، ولكن كل واحد فيهم بيتكلم بلهجة مختلفة. طبعا الخط ده لو كان متصل يبقى الشخص ده استفاد من كل الحاجات اللي هو اتعلمها دي في حياته العملية، وتبقى كل الحاجات اللي هو اتعلمها دي ذات قيمة. لكن لو كان الخط الأول ده متقطع يبقى معنى كده إن الشخص ده ما استفادش أي حاجة في حياته العملية من كل العلوم اللي هو اتعلمها دي، أو العلوم نفسها هي اللي غير مفيدة. أما بالنسبة للخط التاني فهنلاقي إن هو برضو واقع في منطقة الفكر والتخيل. فهنلاقي إن الشخص اللي عنده الخط التاني في الجبهة بيبقى عنده حب المعرفة، عنده فضول في التعلم، وعنده مهارة إدارة المال والاستثمار. يعني لو معاه شوية فلوس صغيرين يعرف يستثمرهم ويكبرهم، ويعرف يدير المال ده بإن هو يعرف يختار قد إيه النسبة اللي هيشتغل بيها من الفلوس دي، وقد إيه النسبة اللي هيشيلها للزمن مثلا، وإيه هي المشاريع اللي هيدير فيها الفلوس دي علشان يقدر يستثمرها ويكبرها. وبيبقى عنده حب الأكل بشراهة. فنفهم من الفضول في حب المعرفة والشراهة في حب الأكل إن الشخص ده عنده شراهة في الأخذ. فلو كان الخط التاني في الجبهة عند الشخص ده غائر وعميق، هيبقى الشخص ده عنده صفات الجشع وعايز الحاجة اللي معاه عمرها ما تخلص. وإن الشخص اللي عنده الخط التاني في الجبهة ده بيبقى متعصب لمعتقداته، وخصوصا المعتقدات الدينية. فهو مش أي خط متقطع في ال7 بيدل على إن المعتقد الديني بتاع الشخص ده غير سوي، لا، هو الخط التاني بس. لو كان الخط التاني متصل يبقى الشخص ده على معتقد ديني صحيح، وهيكون دين سماوي، يا الإسلام يا المسيحية يا اليهودية. لكن لو كان الخط
الخط ده متقطع زي ما احنا شايفين كده في صورة اينشتاين، عنده بداية الخط بس وبقية الخط كله مش موجود، فده معناها انه مش على معتقد ديني سوي، يعني مش بيؤمن بدين سماوي، او معناها انه مش على معتقد ديني اصلا، يعني مش معترف بوجود الاديان، وممكن يكون مش معترف بوجود ربنا اصلا، استغفر الله العظيم. طيب لو كان الخط ده بقى متصل وفي شكل زي رقم 8 زي ما ذكرنا في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن خطوط الجبهة، اللي ذكرت ان سايبهولك في قائمة التشغيل او في الاي اللي هي بتظهر في ركن الفيديو، كنا اتكلمنا فيه عن شكل رقم 8 ورقم 7 لما بيبقى باين في وسط الخط الافقي في الجبهة. فقلنا باختصار ان اللي عنده شكل رقم 8 بيبقى شخص مخلص ووفي وعنده ولاء وانتماء، والشخص اللي عنده رقم 7 بيبقى عنده شكل عدم الثقة في نفسه وفي الآخرين أو في الحياة، بيبقى متردد ومهزوز. فأنت لو لقيت شخص عنده الخط التاني متصل ولكن عنده أجزاء في الخط ده على شكل رقم 8 بالعربي، فتعرف إن الشخص ده على معتقد ديني سوي، وإنه مخلص ووفي في الدين ده، وإنه عنده ولاء وانتماء للمعتقد ده وللدين ده. في حين ان لو كان عنده الخط متصل وعنده اجزاء على شكل رقم 7 يبقى هو على معتقد ديني سوي، ولكن عنده بعض الشك في أجزاء في المعتقد ده، أو بمعنى أصح هو ما درسش في دينه كويس وما تعمقش فيه، فما عرفش فيه تفاصيل كتير خلته يبقى واثق 100% من المعتقد ده، ولو حد اتكلم معاه في تفاصيل المعتقد ده هيعرف يرد عليه، عنده الثقة في نفسه انه هيعرف يرد عليه. لكن الشخص اللي عنده الشكل رقم 7 في الخط ما بيبقاش عنده الثقة في نفسه انه يرد على الاشخاص اللي بتسأله في حاجات فيها تفاصيل في الدين بتاعته، فده بيبقى شخص يا مقتنع ومؤمن بس ما تعمقش في دينه كويس فمش واثق في نفسه، يا اما شخص مؤمن ومقتنع ولكن عنده بعض الشكوك في بعض الحاجات في المعتقد. قيس بقى المبدأ بتاع وجود شكل السبعة ان هو بيبقى شكل عدم الثقة، وشكل التمانية ان هو بيبقى اخلاص وولاء وانتماء وثناء ووفاء وهناء لو موجودة في الخط ده تأثيرها ايه على الصفات بتاعة الخط ده نفسه، وقيسها بقى لو موجودة في كل الخطوط هيبقى تأثيرها ايه على صفات الخطوط دي. وتعالى نروح بقى للخط الثالث، وهو الخط الفاصل ما بين منطقة الفكر والتخيل ومنطقة الذاكرة. والشخص اللي بيبقى عنده الخط الثالث في الجبهة بيبقى شخص قوي التحمل وشجاع، وبيبقى عنده قدر من العدوانية والمنافسة، وبيبقى شخص أناني. فطبعا كل الصفات دي باين إن هي صفات مش كويسة، بس أنا عايز أقولك إن كل الصفات دي تحمل معنيين، بمعنى إن لو باقي ملامح صفات الوجه بتاعت الشخص ده تدل على إنه شخص كويس، فهتبقى الشجاعة اللي عنده هنا شجاعة إيجابية، وهيبقى عدواني تحت الضغط فقط، وهيبقى عنده منافسة عالية بس منافسة شريفة، وهتبقى الأنانية اللي عنده في توفير متطلبات الحياة لنفسه ولأسرته. والشخص ده بالمناسبة بيبقى حد الطباع وبيبقى عصبي، يعني الأكشن بتاعه سريع في حتة المزاجية، يعني ممكن تلاقيه بيضحك وبيهزر ومرة واحدة كده قلب وبقى عصبي وبيتكلم بأسلوب حاد. لكن لو ملامح وجه الشخص ده تربطها يدل على إن هو شخص سيء، فهتبقى الشجاعة هنا في ان هو يمد ايده وياخد الحاجة اللي مش من حقه عيني عينك كده قدام الناس ببرود، مش سرقة يعني، لا يعني حاجة هو عارف انها مش من حقه هيقول للناس كده بمنتهى البرود انا هاخد الحاجة، مش هيتكسف. هيبقى عنده شجاعة في ان هو يحرج الناس، هيبقى عدواني بمعناها الوحش، مش عايز حد ينجح، هو بس اللي عايز ينجح، وهيتعامل بعدائية مع اي حد سواء كان الشخص ده كويس او وحش، هو ملوش دعوة، هو اي حد بيقرب منه بيعديه. والمنافسة اللي عنده هتبقى غير شريفة، يعني الغاية تبرر الوسيلة، عشان اوصل لهدفي ممكن اعمل اي حاجة مفيش مشكلة، المهم ان انا اكسب المنافسة وافضل التوب فوق. والأنانية هنا هتبقى إنه عايز يستحوذ على كل حاجة لنفسه، حتى لو ما كانش بهدف تأمين الحياة لأسرته مثلا، ولكن هيبقى لحب الاستحواذ على الأشياء، فيغذي حتة الأنانية عن أنا عندي كذا، أنا عملت كذا. وطبعا لو كان شخص سيء وفيه الصفات دي كلها هيبقى شخص حقود وممكن جدا يبقى حاسد، وطبعا برضه هيبقى حد الطباع وهيبقى عصبي وهيبقى عنده صفات الجشع. طيب الخط ده لو كان غير هتبقى الصفات الوحشة دي كلها موجودة في الشخص بقوة. ولو كان الخط متقطع يبقى الشخص عنده الصفات دي كلها ولكن ما بيعرفش يستخدمها كويس، ما عندوش الخبرة في استخدام الصفات دي وبيستخدمها كده هبل. يعني ممكن يكون وقع في مواقف كتير نافس فيها ناس كتير ولكن ما اكتسبش الخبرة المطلوبة علشان يعرف ينافس بعد كده، وقع في مواقف كتير فيها عدوانية مع ناس كتير ولكن ما عرفش الطريقة
الطريقة الصحيحة اللي المفروض يتعامل بيها مع الأشخاص اللي حواليه عشان يوصل لهم العدوانية اللي جواه. فزي ما قلنا الخط لما بيكون متصل معناها إن الشخص اتعلم حاجة واستفاد منها في الحياة العملية، فمعناها إن هو بيعرف يستخدم العداء اللي جواه والمنافسة والأنانية والحقد والحسد مع الناس. لكن لو الخط متقطع فمعناها إن الشخص عنده الصفات دي ولكن ما عندوش الخبرة في استخدامها. ولو بصينا على الخط الثالث عند أينشتاين هنلاقي إن هو متقطع للثلاث أجزاء قريبين من بعض، فهنلاقي ان الخط عنده زي ما انت شايف متصل كده لغاية هنا وبعدين مقطوع، ومن هنا كده مكمل ومقطوع تاني، ومن هنا كده مكمل لغاية الآخر. فده معناه ان هو عنده الصفات دي وعنده الخبرة في استخدام بعضها وما عندوش الخبرة في استخدام البعض الآخر. لكن ما اقدرش اقول لك من الخط ده بس اذا كان هو بيستخدم الصفات دي بإيجابية ولا بسلبية، الا لما تحلل باقي ملامح الوجه وتربطهم مع بعض وتعرف اذا كانت الشخصية دي كويسة فكده هو بيستخدم الصفات دي بشكل ايجابي، او الشخصية دي سيئة فكده هو بيستخدم الصفات دي بشكل سلبي. خد بالك النقطة دي مهمة جدا 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 وبتفرق معاك في ان تحليلك يطلع صح او غلط، وبالذات الخط ده لانك ممكن تظلم انسان وتحلله على ان هو شخص وحش وحقود وحاسد وهو مش كده. لذلك احنا في بعض المعلومات اللي ما بنحبش نقولها في الفيديوهات لان في ناس ما بيبقاش عندها خبرة وبتاخد الكلام زي ما هو كده وتطبقه على ناس حواليها وتظلمهم. اما بالنسبة بقى للخط الرابع فالخط ده بيبقى عند الناس اللي عندهم الرغبة في السلطة والوجاهة الاجتماعية والمكانة المرموقة والشهرة والمثالية. ولو كان الشخص تربيط الملامح بتاعت باقي الوجه تدل على انه شخص سيء، فالخط ده كمان هيدل على انه بيحب المنظرة، يعني بيحب يتمنظر بالحاجات اللي عنده. بص انا عندي عربية بقد كده، بص انا عندي كذا بقد كده، بص انا حسابي في البنك قد كده، بص انا مهاراتي كذا، بص انا بعمل كذا. وهيبقى عنده كمان صفة التسلق، هيبقى بيحب ينجح على كتاف الاخرين. اما بالنسبة للخط الخامس فده الخط اللي بيبقى في منتصف الذاكرة بالظبط، والخط ده اللي احنا قلنا عليه لو كانت كمان الجبهة مائلة للخلف من النقطة دي هيبقى الشخص ده عنده سرعة في استدعاء البيانات من الذاكرة، وبالتالي هيبقى شخص حاد الذكاء وقوي التركيز وبيفكر بعمق وتحليل الفكر وبيهتم بالتفاصيل. الخط ده بقى نفسه لو كان غائر، سواء كانت الجبهة في منطقة الذاكرة مائلة تحت الخط ده أو عمودية، المهم إن الخط ده غائر، هيبقى الشخص ده عنده حس فني وحب للفن والناس اللي بتمارس الفن، يعني رسام، موسيقي، سواء كان بيلعب الآلة أو بيتذوق صوتها، سواء كان حد بيرسم أو بيتذوق الفن اللي مرسوم، حد بيصور مثلا أو حد بيتذوق الصور اللي الناس بتصورها وبيقدر يفهمها، فهتلاقي إن عنده الخط الخامس في الجبهة ظاهر. والشخص ده برضه بيحب وسائل الترفيه اللي بتتماشى مع شخصيته. يعني لو شخص بيحب الحياة والحرية والانطلاق هتلاقي ان وسائل الترفيه عنده مثلا انه يخرج ويقعد في الكافيهات ويقعد يتكلم مع اصحابه ويقعد في الهواء الطلق وبالليل مرة على النيل ومرة على البحر وهكذا. ولو شخص مثلا بيحب الكمبيوتر والالكترونيات والتكنولوجيا والكلام ده هتلاقي ان وسائل الترفيه بالنسبة له ممكن تكون الجيمز اللي هو بيقعد يلعب بيها وهكذا. ولكن الشخص اللي عنده الخط الخامس في الجبهة لو كانت تربيطة ملامح الوجه عنده تدل على انه شخص سيء، هيبقى الشخص ده بيحب الملذات مع الترفيه. والملذات هنا معناها انه ممكن يكون بيشرب مخدرات او بيشرب كحوليات او بيمارس الاباحية، بمعنى ان هو بيتفرج على افلام اباحية مثلا او بيمارس الاباحية سواء مع نفسه او مع شخص. فخلي بالك الخط ده لو كان متصل يبقى معنى كده ان الشخص ده الخبرات اللي اكتسبها في المجالات اللي ليها علاقة بالخط ده استفاد منها في حياته العملية. ولو كان الخط ده متقطع يبقى الشخص ده يتعلم خبرات سيئة يا ما استفادش من الخبرات الصح اللي هو اتعلمها. فمعنى كده ان هو سلوكه في الفن او في الترفيه او في الملذات هيبقى غير سوي. وعلى فكرة من الخط ده انت ما ينفعش تحدد ايه هي الملذات اللي بيعملها الشخص ده، يعني ما تقدرش تحكم من الخط اذا كانت الملذات اللي بيمارسها مخدرات مثلا او ممارسة اباحية مع بنات او انه بيشرب خمرة مثلا او ايا كان نوع الملذات. ما تقدرش تقول ايه هي، انت تقدر تقول هو بيمارس ملذات مباحة زي وسائل الترفيه العادية او بيمارس ملذات غير مباحة بان الخط متصل او متقطع.
لكن نوع الملذات اللي هو بيمارسها دي تقدر تعرفها من ملامح أخرى في الوجه. فبرضه لو شفت شخص عنده الخط الخامس متقطع، ده مش معناه ان هو مثلا شاذ جنسيا، او مش معناه ان هو زير نساء، لا، هو معناه انه عنده خبرة سيئة او خبرة صحيحة هو معرفش يفهمها كويس ويستفاد منها في حياته على ارض الواقع، سواء كانت الملذات دي في حاجات كويسة او حاجات مش كويسة. فهتلاقي مثلا الخط الخامس عند اينشتاين متصل هنا كده لغاية هنا، وبعدين مقطوع ومكمل هنا كده متصل لغاية هنا، وبعدين منقطع، وبعدين متصل تاني ومكمل لغاية هنا. فمعنى كده ان الشخص ده عنده حس فني وعنده خبرة في المجالات الفنية وفي الترفيه والملذات، ولكن في بعض انواع الفن بقى او الترفيه او الملذات لم يستفيد بالخبرة اللي اتعلمها فيه، او اتعلم خبرة غلط في الحاجة دي. من بعيد بقى ملامح الوجه تقدر تعرف بقى ايه هي الحاجة دي، او انهي مجال من مجالات الترفيه او الملذات او نوع من انواع الفن من باقي ملامح الوجه. هنيجي بقى للخط السادس، وده الخط اللي بيبقى فاصل ما بين منطقة الذاكرة ومنطقة الملاحظة. والأشخاص اللي عندهم الخط ده بيبقى عنده مهارة إدارة الأعمال ومهارات التسويق والبيع ومهارات التواصل الاجتماعي. يعني الشخص اللي عنده الخط السادس غائر والخط التاني غائر، ده شخص هيبقى شاطر جدا جدا في إدارة الأعمال والمال والاستثمار والتسويق والبيع والتعامل مع الناس. يعني ممكن يبقى بائع شاطر أو تاجر شاطر، يشتغل في أي حاجة ليها علاقة بالبنوك الفلوس، يشتغل بأي حاجة ليها علاقة بالتجارة إدارة الأعمال، يشتغل بأي حاجة ليها علاقة بالتسويق والبيع، يشتغل في أي حاجة ليها علاقة بالتعامل مع الناس. وطبعا مش قادر أقول لك الخط ده لو متقطع زي عند أينشتاين كده عنده بداية الخط وبقية الخط مش موجود، ده معناها إن هو ما عندوش خبرة في إدارة الأعمال ولا إدارة المال ولا في التسويق ولا في الاستثمار ولا في التعامل مع الناس. يبقى معنى كده ان هو شخص بيحب يبقى لوحده، بيحب يشتغل في مجال يشتغل فيه من غير ما يقابل ناس ويتعامل معاهم، بيحب يشتغل في مجال يستخدم فيه مخه هو بس. والصفات دي طبعا تنطبق عليه، وزي ما قلنا كانت موجودة في أصحاب الجبهة المسطحة اللي هي من هنا كده كلها ايه، حتة واحدة ما فيهاش دوران. لو جينا بقى للخط السابع، والخط السابع ده بيبقى في منطقة الملاحظة، والخط ده عند 90% من الناس ما بيبقاش مكتمل، بيبقى حوالين الحواجب بس زي ما احنا شايفين هنا كده، بيبقى من أول الحاجب لغاية آخر الحاجب الجنب ده، وبرضه الجنب ده لو تاخد بالك اهو بقيته، ودايما بيبقى في النص فاضي او الخط اللي فيه بيبقى خفيف قوي 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 زي ما احنا شايفين كده. فهنلاقي ان الشخص اللي عنده الخط السابع في الجبهة ان هو شخص دقيق وقوي الملاحظة ومتأني الفكر وعنده الحدس عالي جدا وعنده حس فني وبيحب الاكل والشرب. يعني شخص عنده الملاحظة قوية جدا ودقيق وبيفكر بالراحة وعنده الاستنتاجات عالية جدا وعنده الحس الفني، يقدر يختار ما بين الألوان ما بين الفنون، عنده ذوق في اللبس شياكة، بيتذوق الآلات الموسيقية والرسومات الفنية، ومن ضمن شهواته الأكل والشرب، ولكن ما عندوش شراهة في الأكل والشرب، في فرق. لكن الخطين اللي انت شايفهم دول ده وده، دول الخطين اللي احنا قلنا عليهم بتوع الشك للتحقق والتأكد. وطبعا عند أينشتاين كبار جدا وطوال بسبب ان هو طبعا بيكتشف حاجة وبيحاول يخترع حاجة جديدة وشاكك في ان هي هتنفع مش هتنفع، وبيتحقق معاها ويتأكد اذا كانت هتنفع ولا مش هتنفع. عشان كده عنده الخطين دول طوال ويعتبروا غائرين عن الشكل العادي ليه، وده هو بيبقى الشكل العادي للخط او الخطين دول، بيبقوا صغننين كده وجايين جنب طرف الحاجب. لكن زي ما احنا شايفين طبعا عند اينشتاين طول جدا جدا. الشك هيموتني. أتمنى يكون الفيديو كان ممتع وإن الشرح كان سهل والمعلومات تكون بسيطة ووصلت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك، وأشكركم لمشاهدة الفيديو وأترككم في رعاية الله وأمنه.